أنا أعتقد بأن الإنجازات الباهرة اللي حققها المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم يمكن نخرجوا منها بعض الخلاصات. طبعا أنا ماشي مختص في هذه اللعبة، ولكن لي اليقين بأنها أولا نتيجة ديال السياسة يعني خدمت عليها البلاد بتوجيهات ملكية منذ يعني أن دشن صاحب الجلالة المنظور ديالو لإصلاح المجال الرياضي من خلال الرسالة اللي قدمها المناظرة اللي تمت في هذا المجال. طبعا المجهود ديال الأكاديمية وواحد العمل اللي قامت به جميع الأجهزة الرياضية بتوجيهات ملكية، وهو كيأكد الخلاصة الثانية اللي بينتها الجائحة ديال كورونا، هو إعطاء يعني أهمية للمنتوج الوطني. والمنتوج الوطني والعلامة ديال صنع في المغرب ما فيهاش غير الجانب الاقتصادي البحت، ولكن كل المجالات. ونعتقد بأنه فريق وطني من أبناء المغاربة سواء كانوا هنا أو كانوا في المهجر، ومدرب وطني في السياق اللي لعبوا فيه بان بأنه حقيقة حقق إنجازات مهمة. وهذا طبعا مرتبط بأن الرياضة الوطنية خصوصا كرة القدم ما حققتش إنجاز فقط في نهائيات كأس العالم، ولكن كل الفرق الوطنية، الفريق الأول والثاني والثالث والرابع وذوي الهمم والنساء، وكل الفرق الوطنية حققت إنجازات بما يؤكد بأنه كانت نتيجة ديال سياسة وطنية. طبعا احنا كمغاربة كنا فرحانين كثير لأن هذه الإنجازات الكروية يعني تواكبت بإنجازات أخرى. الجانب اللي بغيت نتكلم عليه لما أشرت بأن إنجازات الكروية كانت هناك إنجازات أخرى واكبتها، طبعا الأداء الرائع للجمهور المغربي، ولكن بغيت نأكد على أن المغرب كدولة ذات عمق تاريخي بمختلف مكوناتها قدمت للعالم نموذج الاحتفال. طبعا الكل يشهد بأنه الشعوب في حاجة إلى الفرح، في حاجة إلى التنفيس من الضغط اللي خلفته الجائحة الوبائية من الجانب الاجتماعي والنفسي. وطبعا المغرب قدم نموذج ديال الاحتفالات رائعة، نموذج ذات عمق حضاري أكدت بأنه الجانب اللي قدمه في ما يرتبط بالإسلام المعتدل والنموذج الديني المعتدل ما كانش معزول على السياقات الحضارية اللي خلات أن المغرب يقدم نموذج رائع للاحتفال. هذا النموذج طبعا جسد لنا كيفاش أنه تلاحم العرش والشعب ما كاينش غير في القضايا اللي مرتبطة بالمصير المغاربة في الجانب ديال يعني القضية الوطنية، ولكن كاين تلاحم في الحياة اليومية. طبعا النموذج ديال الاحتفال بأمهات المغرب والمغاربة كنموذج ديال الاعتقاد اللي جسدوا الترحيب والاحتفال الملكي والاحتفاء الملكي بالمنتخب الوطني، كيأكد بأن المغرب فيه واحد يعني النسقية، وبأن ما قدمه كان نموذج للاحتفال في المغرب. هذا هو اللي خلى أن يعني عدد من الشعوب في إفريقيا وآسيا وفي كل البلاد المعمور تحتفي بإنجازات المغرب الكروية، ولكن هو في العمق احتفاء بالنموذج الحضاري اللي قدمه المغرب بهذه المناسبة. أنا أعتقد بأن هذا الموضوع يعني ما خصوش ياخذ أكثر من الحجم ديالو. صاحب الجلالة خلال استقباله للاعبي الفريق الوطني كانوا مصحوبين بالأمهات ديالهم. هاد الأمهات فيهم كل النماذج اللي كتشكل المغرب المتعدد بمختلف التلاوين ديالو. طبعا خصنا نعترفوا بأنه الوجود ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني من أمهات ذوات جنسيات مختلفة طبعا هو نتيجة ديال الإصلاحات السياسية اللي قادها صاحب الجلالة، لما خلى أن
يعني الام المغربيه تعطي الجنسيه بالرغم ان الاب يكون ماشي مغربي. طبعا هذا المغرب المتنوع المتعدد اللي قوته في الوحده ديالو اكدت بان بما لا يدع مجالا للشك في ان قوتنا في الوحده وفي التلاحم وفي التنوع اللي كي يرعاه صاحب الجلاله. طبعا انا اعتقد بانه هذا المقال اذا كان طبعا التهور في كتابه المقال، فان الجرأة كذلك كاينه في الاعتذار اللي قدموا هذا الموقع. وانا اعتقد بانه ما خصش نعطيو فرصه اللي باغيين يعني يركبوا على الاحداث باش يوسموا هذا الانجاز التاريخي بشيء غير ما يستحقه من كل تقدير. طبعا التقدير هو لكل اعضاء الفريق الوطني ولكل من ساهم في تحقيق هذا النموذج. وانا من الناس اللي كيدافعوا على يعني الحريه بما في ذلك حريه الضمير. واعتقد بانه هذا الموضوع خصنا ناخذ بعين الاعتبار هذا الاعتذار اللي قدموا هذا الموقع باش ما نعطوش فرصه للمناوئين اللي باغيين يشوشوا على هذه الانجازات الباهره اللي حققها المغرب ماشي غير في الكره ولكن كذلك ما هو حضاري واللي مبني اساسا على التنوع اللي كيرعاه صاحب الجلاله.